واحد التصريح اللي جا خطير على لسان واحد المسؤول اللي يعني ديال الوزير اللي كيقول انه ولدو قرا في كندا. يعني بحال حنا كيقصي لنا المدارس العموميه والجامعات والناس الكفاءات اللي عندنا في هذه البلاد. يعني الحمد لله المغرب كاينين عنده الناس اللي وصلوا. يعني كنشوفوا بحال اليزامي مخترع البطاريه كذا اللي قرا في المدرسه العموميه وتبارك الله للولايات المتحده. وعندنا داك الدكتور اللي كان في الولايات المتحده بالنسبه للدواء ديال كورونا، الدكتور السلاوي اللي تبارك الله عليه. يعني هذا حبذا ان لو ان داك يسحب داك واخا قدم اعتذار. حنا ما بغيناش اعتذار، حيت الاعتذار ماشي حنا اللي جاي يدير يغلط يعتذر. حنا خصو يقدم استقاله حيت خرجتي فينا وحطمتي ان واحد الشباب اللي باقيين دابا كيقراو وكذا وتيجتهدوا باش انهم يتوظفوا ولا سميتو. يعني حطمتي لهم الاحلام ديالهم بهذيك القضيه ديال انا ولدي قريته في كندا ولاباس عليا. شنو غنقولوا حنا الفقراء الدراوش والمساكين؟ يعني حنا ما نقراوش نضيعوا في هذه البلاد. وحنا بغينا المسؤولين يدخلوا في هذه القضيه هذه ويتفتح فيها تحقيق. الكلام اللي قالوا السي عبد الوهاب به كلام هراء، ما عنده اي مصداقيه ولا والو. واش غادي تقارن المغرب مع كندا؟ سيستم تعليم بوحده وما عندنا سيستم تعليم وحدنا. لا يمكن ان تقارن هذا الشيء بالشيء، لا يمكن بصفه نهائيه. التعليم الوطني عندنا خصوصيه ديالو، عندنا الاستقلاليه ديالو، عندنا كل شيء. اما باش يجي يقارني هو اللي تخرج من المدرسه المغربيه يقارني مع المدرسه الكنديه ولا الاوروبيه، هذا الشيء هراء. لا يمكن ان يكون ذلك الشيء. بالنسبه لك هو اهان يعني المنظومه التعليميه واهان الشعب المغربي؟ بطبيعه الحال بالنسبه لي اهانه كبيره، ليس اهانه المؤسسه الوطنيه فقط، بل اهانه الدوله المغربيه باكملها. الانسان يخص يعرف واش كيقول، غادي يفكر شويه. راه كان هنا المواطنين راه ماشي على الاقل يحترم الذكاء ديالنا، يحترم ماشي غير اجي هو مسؤول وغادي يقول اللي بغاه. لا سيدي، وهذا الخطا ديال الوبي انا كنظن الشعب المواطن اللي انتخب عليه كان خصنا نفكروا على من غادي ننتخبوا، ماشي اشخاص غير اللي يكون عنده شي منصب وزاري ولا شي حاجه غادي يقول انا فوق القانون، انا فوق السلطه. انا لا سيدي، انت راك خدام للشعب والشعب هو اللي تيخلصك. هذا هو الراي ديالي بالنسبه للشيوابي. الشيوابي عنده كرامه وقادر تقول شي حاجه، حط الاستقاله. استاذ سؤال اخر، مؤخرا وهبي كان على يعني على واحد القناه عموميه وطلب الاعتذار من المغاربه. هل اعتذار الوزير وهبي مقبول؟ الا كان الاعتذار غير بالفم كاع غادي نعتذروا، ماشي مشكله. الاعتذار خص يكون فعلي، هو يحط السوارت يخلي بلاصتو الناس اللي قادرين يسيروا هذه البلاد، ماشي غير سميتو غير وهبي وصافي. لا سيدي، راه ماشي هو رئيس امين عام الحزب يعني هو شي حاجه، راه يقلب على اللي كادر، يشوف الناس اللي غادي يكونوا في ذاك البلاصه يكونوا قارنين في المستوى، ماشي غير بالسميه. هذا الشيء اللي كنعرف انايا. كاين شي كفاءات احسن من وهبي؟ كاينين، المغرب عامر بالكفاءات، كاينين بزاف، غير خصنا نقلب عليهم يجيبوهم لينا. راهم مرميين في اوروبا، واوروبا هي اللي كتستافد منهم ماشي حنايا. وكيمشيو منا كيقراو تما اوروبا عارفه القيمه ديالهم، والله ما كتطلق منهم. اما ديالنا الله يحسن عاون، الا كان هذه هي الحكومه ديالنا ما على البلاد الرحمن الرحيم. ونجيو واحد النقطه اخرى، يعني كنشوفوا الملك عاهل البلاد فين قرا؟ يعني قرا في المدرسه العموميه. المرحوم الحسن الثاني كنا شفنا في واحد الفيديو اللي خرج تيقول لك بان اولاد المغاربه سواسيه في المسجد والمدرسه العموميه. هنايا كنجيو كنلقاو بانك انت كتضرب لينا في المدرسه العموميه، كتضرب لينا في المدارس والجامعات وفي الاساتذه الجامعيين والناس اللي هزوا بهذه البلاد. جيتي نتايا وكتقول لنا بان كندا، اخويا دي ولدك يقرا في كندا ودي يخدم في كندا ودي يدوز الامتحانات في كندا. ما تجيش اخويا هنا وتزعم معنا على واحد المنصب اللي ولد البلاد جاو تقاتل باش يوصل، اللي ولد البلاد ضوى بالشمعه وحفظ بالليل وراجع باش انه يجي يدوز ذاك الامتحان وفي الاخر كيلقى راسه مقصي. راه لا حول ولا قوه الا بالله وحسبنا الله. راه واخا تقدم لنا 1000 اعتذار واعتذار، حنا ما باغينش الاعتذار، حنا باغيين الاستقاله ديالك تكون مباشره وفوريه وعاشها الملك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اشكاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم، ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اشكاين من بلاي ستور واب ستور.